حين تتخذ القرارات بسرعة. ماذا تعني موافقة المغرب على دعوة دونالد ترامب؟ في السياسة القرارات السريعة لا تكون دائما اندفاعا، وأحيانا لا تكون شجاعة أيضا. حين وافق المغرب فورا وبدون تردد على دعوة دونالد ترامب للانضمام إلى ما سمي بمجلس السلام، لم يكن الحدث في القرار نفسه بل في سرعة الموافقة، لأن السرعة في السياسة الخارجية تعني أحد الأمرين: إما أن القرار كان محضرا سلفا، أو أن كلفة التفكير كانت ستكون أعلى من كلفة الموافقة. مجلس السلام اسم جميل، لكنه لا يقول شيئا عن جوهره. في العلاقات الدولية السلام نادرا ما يكون قيمة أخلاقية خالصة، وغالبا ما يكون أداة لإدارة القوة. حين لا نعرف من يضع القواعد ومن يملك القرار ومن يضمن الاستمرارية، فنحن لا نكون أمام مؤسسة بل أمام خطاب سياسي. في هذه الحالة المغرب لم ينضم إلى مجلس مكتمل، بل دخل إلى سردية سياسية لم تكتمل بعد، وهذا في حد ذاته مقامرة محسوبة أم لا سنتركها للزمن. الدول القوية تنتظر، لكن الدول الذكية تحسب. الموافقة المغربية السريعة يمكن فهمها كاعتراف بحقيقة بسيطة: في السياسة الدولية التردد يقرأ ضعفا حتى لو لم يكن كذلك. السرعة هنا لم تكن حبا في المبادرة في حد ذاتها، بل خوفا من فراغ قد يملأه غيرنا. كل قرار خارجي لدولة هو مقايضة حتى عندما لا تكتب بنودها. المغرب قدم للمبادرة شرعية، صورة اعتدال ووزنا جيوسياسيا، وفي المقابل ينتظر استمرار الاعتراف بمغربية الصحراء وتحصين هذا الموقف حتى لا يفتح الملف من جديد في المستقبل. هذه ليست صفقة مكتوبة بل تفاهم صامت، ومشكلة التفاهمات الصامتة هو أنها هشة وسهلة التنصل. السيادة لا تفقد دفعة واحدة بل تستنزف تدريجيا. اليوم لا التزام قانوني ملزم ولا تنازل واضح، لكن السؤال الجوهري هو: هل السيادة تعني الرفض دائما أم القدرة على الدخول دون الذوبان؟ المغرب اختار الدخول، لكن التحدي الحقيقي ليس في الدخول بل في القدرة على الانسحاب إذا تغيرت قواعد اللعبة. حين تطلق القوى الكبرى مبادرات سلام، فهي غالبا لا تبحث عن نهاية الصراع بل عن إدارته. المشكلة ليست في السلام بل في من يعرفه ومن يحدد توقيته ومن يدفع ثمنه. مع الوقت قد يجد المغرب نفسه مطالب بتوازنات قد تضر بمصلحته، لكنه لا يملك هامش رفضها. السؤال الحقيقي ليس هل أخطأ المغرب أم أصاب، السؤال هو: هل نعرف متى نقول نعم ومتى يجب أن نعرف كيف نقول لا؟ السياسة ليست شطرنجا فقط بل معرفة متى نغادر الرقعة. موافقة المغرب تبدو خطوة محسوبة، لكن الحساب لا يكتمل إلا حين نعرف ثمن البقاء داخل اللعبة. ما أجمل التحيات.